ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ زي ما انتم شايفين من تايتل الحلقه، حلقه النهارده هنتكلم فيها عن ليه احنا كمصريين بنفشل في الاحتراف. بكل بساطه هلخص لكم في 4 نقط اسباب انا شايف ان هي بتؤدي للفشل ده، ورغم ان احنا عندنا شويه ناس بينجحوا في الغربه طبعا زي صلاح وغيره، ولكن كلها اسامي تعدي على الايد الواحده على مدار تاريخنا كله، فهو اكيد في مشكله. للاسف انا كنت متردد جدا اعمل الفيديو ده، لان انا عاده لما بحب اعرض مشكله اعرض معاها حل، ولكن الحلقه دي ما فيهاش حلول بصراحه. يا اما المشاكل معقده قوي، يا اما الحلول موجوده ومحدش فارقه معاه. فانا هستعين بيكم بقى تحت في الكومنتات تقولوا لي رايكم في الموضوع ده، وازاي احنا كبلد نقدر ان احنا نحسن نفسنا في المجال ده. طبعا لو انت بقالك فتره بتتابعني فانت عارف ان احنا بنعمل تحدي ال 100 يوم، والنهارده اليوم السابع في التحدي ده. التحدي بكل بساطه ان احنا كل يوم بننزل فيديو على اليوتيوب، ونشوف بعد ال 100 يوم دول هنوصل لكام مشترك على القناه. والفيديوهات اللي بننزلها كل يوم دي بتبقى من اقتراحاتكم انتوا تحت في الكومنتات، فانزلوا قولوا لي شويه اقتراحات عندكم، سواء حلقات عشوائيه زي دي، او مثلا توقعات لفريق معين في الموسم اللي جاي، او اتكلم على ترانسفير معين حصل او هيحصل. اي موضوع بقى يخطر على بالك حطه تحت في الكومنتات، وما تنساش كالعاده اللايك والشير والسبسكرايب. اما على فيديو النهارده فمحمد بهاء الشربيني كتب لي كومنت بيقول لي فيها افضل 5 لاعبين في جيل حسن شحاته حظهم وحش في الاحتراف. ما جاوبتش على سؤاله قوي، حاسس ان انا مش ده الجانب اللي انا عايز اتكلم منه. عايز اركز اصلا ليه احنا كمنظومه بنفشل في الاحتراف. طيب السبب الاول معانا النهارده هو الاهلي والزمالك. بكل بساطه من الحاجات القليله جدا اللي احنا كبلد شاطرين فيها جدا هو ان احنا ننجم الناس. اساتذه مش في الكوره بس، شوف في التمثيل، في الغنى، في كل المجالات دي. اي حد في الوطن العربي عايز يشتهر بيجي على مصر، واحنا جامدين قوي في الحوار ده. فلما تيجي تبص عليه في كره القدم بحس ان لعيب الكوره عندنا بيتنجم بسهوله قوي. فاللي هو انا ببذل مجهود 2 من 10 وباخد نجوميه وفلوس 6 من 10، يا اما اسافر بره واتمرمط واعمل مجهود 12 من 10 عشان اخد فلوس 8 من 10. فلا يا عم استسهل، انا لو رحت بره هاخد فلوس اكتر شويه، ولكن لا يا عم انا متنازل عن الفرق ده، والاهم ان انا مش ببذل نفس المجهود، واهو اسمي برضه بلعب في الاهلي او في الزمالك في قارتهم ناجحين جدا، بالذات الاهلي طبعا، ومن خلالهم اروح منتخب مصر وانافس على بطولات دوليه. وليه بقى وجع الدماغ ده؟ ففيها نوع من انواع الاستسهال ومحدش عايز يتعب، ولكن في نفس الوقت بصراحه بياخدوا نجوميه عاليه قوي في مصر وفلوس كتيره قوي بمعاشتهم في مصر، وخصوصا ان هم غالبا بتبقى خلفياتهم بسيطه جدا. فالفلوس اللي انت تديها لهم في مصر دي بالنسبه لهم كان حلم اسمه عمرهم ما يحلموه. فليه بقى الطمع؟ عارف انت الجو ده. ما علينا. السبب التاني، لما بقى تعالى نقول ان في واحد عايز يسافر وعايز يحترف وخلاص قرر فعلا ان هو يروح وراح، في مشكله كبيره جدا في اللغه، في نفس الوقت برضه في الثقافه نفسها. تاني لو اتكلمنا ان معظم لعيبه الكوره بتبقى جايه من خلفيات بسيطه، فرق الثقافه اللي بيتعرض له لما بيجي يسافر بيبقى شاسع جدا. يعني لما باجي اتكلم مع اي حد مثلا خلفيته من الارياف شويه، لما بيقول لي عن رحلته ازاي راح القاهره قد ايه كان فيها صعوبات بسبب خلافات ثقافيه كبيره، ده ما بيخلينيش استغرب خالص ان لما حد فيهم بيروح بره وبيروح اوروبا بقى بيبقى الموضوع يخض. وده شيء مفهوم جدا ان الثقافه بتاعتنا مختلفه خالص عن بره، فالتاقلم بيكون صعب، واحنا كعرب مش واخدين وضعنا قوي بره. يعني مثلا تحس ان الثقافه الافريقيه واخده احترامها بشكل كبير جدا في اوروبا وفي امريكا اكتر مننا كمان، بحكم ان هم في ناس كتيره منهم هناك بقالهم سنين كتيره، فليهم اماكنهم وليهم ثقافاتهم، والناس هناك عارفه تتعامل معاهم ازاي وكل الكلام ده. لسه طبعا كل فين وفين بيحصل عنصريه، بس برضه مش بنفس الكثافه بتحصل قدامنا احنا كعرب. فدي من ناحيه الثقافه. من الناحيه الثانيه بقى هي ناحيه اللغه، ودي ناحيه مثلا الافارقه مش بيعانوا منها خالص، او حتى الناس اللي جايه من البرازيل والارجنتين وكولومبيا وكل البلاد دي، لان معظمهم كانوا محتلين من بلاد اوروبيه، ولما بيروحوا على اوروبا في الاول بيروحوا على البرتغال واسبانيا، البلاد اللي هم بيعرفوا يتكلموا لغتها، او حتى فرنسا احيانا، فالاندماج نوعا ما بيكون اسهل بشكل كبير. تاني التعليم دوره مهم جدا في بلادنا، ولكن حتى لو علمنا في بلادنا احنا عندنا اللغه الثانيه على طول بعد العربي هي الانجليش، وعاده انجلترا مش من البلاد اللي هي تروح عشان تحترف فيها على طول من بلدك. معظم الناس بتروح اسبانيا الاول، البرتغال الاول، سويسرا مثلا بيتكلموا فرنش، فرنسا، هولندا، كل البلاد دي معروفه اكتر ان هي بتستوعب النجوم وهم صغيرين. فمشكله اللغه دي مش عارف ايه حلها بالظبط، ولكن يعني نفسي على الاقل ان انت لو هتسافر تبقى عندك استعداد انك تتعلم لغه جديده. الموضوع هيبقى صعب جدا، مش هيبقى سهل لكل الناس، ولكن لازم تقدر اهميته عشان تنسجم جوه المجتمع اللي انت داخله ده، وتبقى فرصك في النجاح اكبر. ثالث سبب للامانه ان انت ما بيجيلكش اي نوع من انواع السكاوتنج تيم من بره. السكاوتنج دول يا جماعه هم الكشافين، والسكاوتس بيبقوا منتشرين جدا في لاتين امريكا اللي هي برازيل وارجنتين وكولومبيا وتشيلي وكل البلاد دي، في نفس الوقت برضه في افريقيا، وبدرجه اكبر منك بشويه في المغرب والجزائر وتونس. ولكن عندك انت تقريبا
محدش بيجي لك خالص. وانا بصراحه مش عارف السبب في ده. يعني هل مثلا انت ما عندكش دوري ناشئين قوي فما فيش مثلا جدول واضح تقدر الناس تيجي عشانه وتتفرج على اللعيبه، او يمكن يكون عشان انت اصلا مش عارف تدير منظومه كرويه ناجحه، ما عندكش اي نجاحات خالص كمنتخب ناشئين او شباب، او حتى البنيه التحتيه بتاعتك في البلد ما تشجعش حد يجي ويتفرج على ناس بتلعب كره في الشارع حتى. مش عارف ايه السبب بالظبط، ولكن احنا تقريبا ما بيجيلناش اي نوع من انواع المكشفين خالص. يعني لازم اللعيب يكون بيلعب في الاهلي او الزمالك، او مثلا بيلعب يا سيدي في الانبي مثلا او مقاولين، المهم بيكون بيلعب في درجه اولى في الدوري الممتاز عشان نبدا نسمع ان في ناس بره بتفكر ان هي تتفاوض معاه وتاخده. فغريبه الصراحه. السبب الرابع بقى والاخير هو ان انت كفاءاتك بقت اقل بكتير جدا من زمان. طبعا ده ممكن يبقى ليه اسباب كتيره جدا، ناس كتير قوي اتكلمت فيها، ولكن من اقل الحاجات اللي بشوف الناس بتتكلم فيها يعني في الحته دي، هو سيبك بقى ان المواهب كويسه ولا لا، ازاي بيتم اختيار المواهب، موضوع الناشئين الناس بتدفع فلوس عشان تلعب كوره، سيبك بقى من كل الكلام ده. تعال نقول يا سيدي ان انت ما عندكش اي حاجه من المشاكل دي، واحسن لعيبه عندك في مصر فعلا هي اللي بتلعب في درجه اولى. طيب بكل بساطه كده، طول ما انت عندك دوري فيه مؤجلات وما فيهوش جدول واضح والمواسم عماله تتلاحم ببعض، فما فيش عندك اي نادي بيعمل اي نوع من انواع فترات الاعداد. مش من المنطقي ان بعد فتره اللعيبه دي هتستهلك، ادائها هيقل. ده احنا كلنا بنشوف في اوروبا مثلا يقول لك مثلا اللعيبه دخلت على شهر 4 5 كده فلا خلاص اللعيبه تعبت. اللي هو اللعيب في اوروبا بكل الامكانيات دي مش عارفه تكمل 8 9 شهور من غير ما تبدا ان هي تتعب، وده طبيعي. ولكن انت عندك في مصر مثلا 10 15 سنه المواسم كلها متلاحمه في بعض، نادرا ما بتيجي عليك فرصه تعمل فتره اعداد محترمه فيها معسكر تقدر ان انت تأهل الفريق بدنيا للموسم اللي بعديه. فده فاكتور كده لوحده بحيث ان عمرك ما هيبقى عندك لعيبه قادره على ان هي تنافس بشكل قوي جدا، لان هي بتتبهدل عندنا. وبالمناسبه يعني ده ممكن يكون سبب قوي جدا بيخلي ان احنا دايما في البطولات الكبيره بقى لما مصر مثلا بتروح تلعب في كاس افريقيا بتحتك بقى بلعيبه جامده حقيقي بقى، لعيبه بتلعب في اوروبا يعني، ده بيخلي انت دايما عندك اصابات كتيره جدا في البطولات دي بعكس زمان مثلا، لان انت مش قادر تجاري الناس دي. في نفس الوقت حقيقي اللعيبه بتكون بتجاهد عشان تبذل اقوى مجهود عندها فبتتصاب لان هي مش جاهزه. فدول كانوا 4 اسباب شايف من وجهه نظري مش بيخلونا ننجح قوي في الاحتراف. اتمنى ان هم يتعالجوا، ولكن بصراحه الامانه يعني عشان مش كداب ما عنديش ذره امل في الحته دي. اسف يعني لو بحبطك، ولكن يعني ربك بيعمل معجزات. المهم انت بس مش طالب منك غير تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتقول لي تحت في الكومنتات رايك في الموضوع ده، وكمان ترشح لي فكره فيديو بكره. يلا سلام.